كيفاش نوجدو كعك المنقاش كيما هذا بواحد الحشوه؟ يا سلام، بطريقه دائما كيما عودتكم، بطريقه سهله بسيطه اقتصاديه، يجيكم هشيش مرمل يذوب في اليد قبل الفم. اذا كنتم مهتمين خذوا ورقه وستيلو او بارطاجيها عندكم باش كتبقى عندكم مسجله. هنا بالنسبه للمقادير غادي يحتاجوا نص كيلو دقيق ابيض، من الاحسن يكون نوعيه جيده، اللي نضيفوا عليه نص كاس عنبه سكر كلاصي مع راس معلقه صغيره خميره الحلويات. وهنا غادي يحتاجوا 250 غرام زبده حيوانيه او لا زبده مارغرين اللي عندكم بها. وفي الاخير غادي نضيفوا ملعقه صغيره فاني وقبصه ملح. ومن بعد ما تندخلوا الزبده في الدقيق وترملوه تيجي مبسبس كيما هكا. ملي تقرصوا يجي هكا وفي الاخر يتفتت معكم دغيا. وباش نجمعوا غادي نحتاجوا نص كاس ماء زهر اللي نضيفوا عليه معلقه صغيره روح الزهر، واللي ما عندوش روح ماء زهر يكتفي غير بالماء الزهري كافي. والاضافه ديال النكهه الزهر غير باش تجي فيه الريحه قويه وصافي. ومن بعد ما تتلموا العجين وتتجمعوها تجيكم بهذا القوام هذا، تجي تتلصق شي شويه، ما تخافوش منها لان من بعد غادي تشرب. وهنا غادي نديروها في بلاستيك غذائي ونخليوها ترتاح. وهنا غادي ندوزو نحضروا الحشوه اللي غادي نحتاجوا ليها 250 غرام معجون التمر. يمكن لكم تصيبوه في الدار كما يمكن لكم تستعملوا هذاك الجاهز اللي نضيفوا عليه 3 ملاعق ماء زهر ونعجنوه مزيان حتى يولي رطب. وهنا غادي نضيفوا معلقه كبيره زيت نباتيه ومعلقه زبده صغيره مع معلقه زنجله من بعد ما نقيناه وحمصناه، او لا يمكن لكم تضيفوا حبوب الشيا. وهنا من بعد الحشوه ما وجدات والعجينه من بعد ما ارتاحت، هنا بالنسبه للناس اللي باغيين يعبروا العجين غادي ديروا 40 غرام في كل حبه. وهنا العجينه تتجينا رطبه كيما هكا. وبالنسبه للحشوه درناها في البوش باش تجينا العمليه سهله. وردوا البله ديروا فتحه كبيره، ديروا فتحه غير صغيره كيما هذه. وهنا تنبسطوا العجين ديالنا حتى تيولي السمك ديالها رقيق. وهنا غادي نديروا الحشوه ديال التمر بهذه الطريقه هذه، وبالسكين تنهزوا العجين وتلفوه وتروليوها. بالنسبه للجانب الاخر غادي نوركوا عليه مزيان حتى تنشكلوا طبقه رقيقه وعاد تنروليوه. وبالنسبه للتلحام ديالو غادي ديروا هذه الطريقه هذه اللي تتشوفوا. انا غادي نبطئ لكم الفيديو باش تشوفوا مزيان. ومن بعد تنقرصوا عليه باش يجي هكا لاصق وما يتحلش. ويمكن لكم تقطعوا بالسكين الجوانب وهكا تلصقوها. هذه بالنسبه للمبتدئات وتقرصوها وتلاقيوها. وهنا من بعد ما تنساليو كميه العجين كلها بالحشوه ديالها وتنشكلوها على شكل كعيكات غادي نديروها في الثلاجه تبرد واحد 15 دقيقه عاد ننقشوها. وبالنسبه للمنقاش يمكن لكم تنقشوا بهذا او لا بهذا او لا بهذاك اللي داير بحال الهلال. وهنا غادي يحتاجوا الغلاقه ديال شي قرعه ديال الزيت اولا ديال المشروبات الغازيه ونديروها وسط منها كما تتشوفوا ونبداو ننقشوا. من بعد ما تختاروا المنقاش اللي واسيكم وترتاحوا ليه هنا غادي نبداو وسط العجينه ننقشوها نقرصوها هي الاولى عاد تطلعوا هكا الفوق. تنبداو من التحت للفوق تنقرصوا نهزوا يدينا ونعاودوا نقرصوا نهزوا يدينا وهكا تترمشوا ونجيبوا الدوره كلها. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش المنقاش اولا ما عندهمش الوقت فاش ينقشوا فيمكن لكم دهنوا غير بصفار البيض وترشوا عليه رشيشه ديال الزنجله من بعد ما تتنقيوه ولا حبوب الشيا. المذاق اللي هو مهم راه كاين والتزيين تيبقى غير اختياري. وهنا من بعد ما نقشنا الكعيكات كلهم تنستفوها ثاني في اللاطا وتندخلوها للفران اللي تكون عافيته 180 درجه. تنشعلوا ليه لتحت طيب عاد نشعلوا ليه على الوجه ديالو تياخذ لون ذهبي، ما تياخذش معكم اكثر من 25 دقيقه. وفي الاخر غادي يجيكم كيما هكا. وبالنسبه للخميره علاش ما تنكثروهاش باش داك النقيش يكون باين ما يخسرش. وحتى هذاك اللي تندهنوا بالصفاره البيض وتنديروا ليه الزنجلان وبلا نقيش حتى هو تيجي فن. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت وكما قلت لكم تتجي فيه واحد القرمشه يا سلام. وبديك الحشوه تتجي رطبه هشيشه. وبالنسبه اللي ما بغاش يدير معجون التمر بديك الطريقه فيمكن ليه يدير غير حريبله ديال معجون التمر بلا ما يزيد ليه لا ماء لا زيت ويديرها بنفس الطريقه باش خدمنا معجون التمر حتى هو تيجي معفن. اما بالنسبه للقوام ديالها تتجي هشيشه فتيه مقرمشه. واللي داقوا من عندكم ما غيشبعش منه غادي يطلب منكم المقادير مع الطريقه وهكا تقدموا لحبابكم ضيوفكم وليداتكم بالصحه والراحه. وكما اقول لكم دائما اذا كنتم من عشاق الوصفات السهله البسيطه الاقتصاديه ما تنسوش لايك اشتراك باش هكا يوصلكم كل جديد والجديد دائما على اليوتيوب. اطباق بيتنا مع فلة.